يعني حلقة جديدة النهاردة نتكلم فيها عن شوية حاجات كده معانا. خلينا بس الأول ناخد الجزء اللي ليه علاقة بماتش الأهلي والجيش الملكي. يعني أنا عندي رأي في الماتش بشكل عام، وشايف يعني زي أي حد، يعني إن الأهلي كان كويس جدا. الأهلي ضيع، الأهلي راح كتير، الأهلي الشوط الأولاني تحديدا يسجل هدف واتنين، ماتش أقل حاجة يخلص 3-0. أنا كتبت على الفيسبوك عندي 4، لكن يعني قول يا عم 3 مش هم، لكن فعلا في 3 أجوان، 3 أجوان فرصتين بين رمضان في الشوط الأول، وعندك في الشوط التاني يعني عندك فرصتين لمروان عثمان، فرصة كاموش، فرصة بن شرقي، فرصة ياسين مرعي. فنقول على الأقل كل النكش ده بجول يعني. فيعني الأهلي تعادل وحقق المطلوب منه إن هو يتأهل متصدر للمجموعة. وده برضه أنا كنت قلت قبل الماتش، قلت أنا في الماتشات اللي زي دي أنا ما يهمنيش إن أنا أكسب، أهم حاجة أطلع اللعيبة سليمة. وفعلا مفيش كروت حمراء مثلا، وفعلا فالأهم الأهلي اتحقق. ولكن الأهلي ما يطمنش، الأهلي عنده عقم تهديفي واضح جدا، ما يطمنش خالص خالص خالص. فيعني هنشوف اللي جاي هيكون شكله ايه الأهلي محليا وأفريقيا. واللي جاي صعب، اللي فات كان عادي، لكن اللي جاي صعب، صعب جدا. خلاص انت الدوري قرب يخلص، الناس متخيلة سبب الدوري قرب يخلص. أفريقيا خلاص داخل على المراحل الإقصائية. عندك مين بقى انت؟ لعيبة بتقع منك إصابات، إصابات عضلية غريبة، جهاز طبي يعني أنا طالما في إصابات كتير كده يبقى أنا هحط أكيد علامات استفهام يعني. فيرود انت جايبه محتاج اللي يشيله، مش هيشيلك. كاموش ده البرتغالي ده ولا الأنجولي ولا لعيب تعبان جدا يعني. قلت رأيي فيه ما فيه كفاية عندي على الفيسبوك. فيعني خلينا نقول اللي جاي صعب جدا الأهلي، جدا جدا. الأهلي رابع دوري، مش ترتيب على فكرة، يعني مش ترتيب خزعبلي أو ترتيب وهمي، لا ده ترتيب حقيقي. بموجب الماتشات حتى تكسب ماتشات الماتش القليل عنك عن سيراميكا هتكسبه اوكي ماشي، وبيراميدز الزمالك هيكسب برضه اوكي، برضه تبقى رابع يعني. فالوضع مش احسن حاجه الاهلي، وهيبقى موسم صعب جدا لو الاهلي خرج منه. لا دوري ولا كاس في ظل الصفقات اللي هو جابها دي. كلام كتير عن الاهلي، لكن خلينا ندخل على الملفات الخبريه اللي معانا عشان خاطر ما نطولش على حضراتكم. خليني ادخل معاكم في قصه 2 لعيبه مزدوجي الجنسيه. هيثم حسن، الاسم طبعا اللي معروف دلوقتي للجمهور المصري، لاعب ريال اوفيدو الاسباني، وتيبو جابرييل لعيب منتخب الشباب مواليد 2005 بيلعب في ماينز الالماني. طيب هل الاتنين مين اللي اسهمه اعلى شويه؟ طبعا هو الجهاز بتاع جهاز المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن. يعني هو شايف طبعا هيثم يكون موجود معانا، يعني هيثم شايفين ان هو لعيب كويس ويكون موجود. شايفين انه عنده نواقص، هو لعيب وينج صريح، لعيب اشول وينج صريح. وهو لعيب يعني قوي بدنيا، لكن الفينش عنده فيه مشاكل. الناحية الدفاعية عنده فيها مشاكل، فبالتالي يعني حاجات كده هيظبطوها معاه. لكن هو لعيب كويس. لكن المنتخب عايز يجيبه لكن هل هو عايز يجي؟ حسب معلوماتي انا ان هو مش عايز يجي، ان هو مش عايز يجي. هتقول لي بقى ان هو قلقان ان هو يقعد احتياطي لصلاح ما يلعبش، وده بنسبة كبيرة طبعا، او ده اللي المفروض هيحصل يعني لغاية كاس العالم على الاقل. هتقول لي ان هو عامل اللغة، هتقول لي ان هو يعني ما عندوش الحافز. اوكي بس انت المفروض تخلق له حافز على فكرة. يعني انت المفروض، يعني شفنا الركراكي في المغرب راح قعد مع ابراهيم دياز. انت بتلعب، انت عندك برضه لعيب دلوقتي بيلعب في الليجا اللي هو هيثم حسن، بيلعب في الليجا الدوري الاسباني، حتى لو فرقته في الاخير او قبل الاخير، بس اوكي مش مهم، بيلعب في الليجا، لعيب اساسي. سافر له، اعمل معاه مجهود، اقنعه، اعمل معاه مجهود واقنعه. عيد تاني،
والجملة اللي أنا هاقولها ديّة طبّقوها بقى في أي حاجة ليها علاقة بالملفات اللي إحنا بنتكلّم فيها على طول يعني. اعمل فيها مجهود، اشتغل، اشتغل عشان ربنا يكرمنا. فهيثم الاتحاد طبعًا عايز يجيبه، وهو كان عنده مشكلة في الورق أصلًا الباسبور، لكن هل اللعيب عنده الدافع؟ أنا حسب معلوماتي إن هو ما عندوش الدافع إن هو ييجي. فهنشوف مصيره إيه في معسكر مارس يعني، لكن هو تحت النظر بالنسبة لجهاز المنتخب، وعايزه طبعًا إن هو يكون موجود معاهم. كان عايزه شفويًا، ما فيش تحركات على أرض الواقع يعني. طيب تيبو جابريال برضه ال ال م متابع، يعني هم الناس متابعينه برضه وبيشوفوه، لكن شبه مستحيل إن هو يكون موجود في كأس العالم أو معسكر قبل كأس العالم. ممكن بيتابعوه، لكن مش عايز أقول إن هو شبه مستحيل يكون موجود في مارس، لإن مارس ممكن تدخّل عناصر جديدة تتفرّج عليها، ولكن في معسكر يونيو أو في كأس العالم شبه مستحيل تيبو جابرييل يكون موجود. لعيب كويس، لعيب كويس جدًا على فكرة، والجهاز شاف إن هو لعيب كويس جدًا، منتخب مصر شايف إن هو لعيب كويس جدًا يعني، ولكن يعني مش هيكون موجود الفترة دي، مش بتاعته. هم مقتنعين إن الفترة دي لسه مش بتاعته يعني. فهو تحت النظر برضه والناس متابعاه، آآ لكن مش هيكون موجود في المعسكر الجاي بنسبة كبيرة، ونسبة أكبر وأكبر وأكبر مش هيكون موجود قبل في يونيو وفي كأس العالم. فتيبو جابريال موقفه صعب إن هو يكون موجود في المنتخب. دي طبعًا قناعات فنية يعني، هو لعيب عادي ييجي ما فيش فيها مشكلة، ولكن الناس متابعاه وبيتفرّجوا عليه كويس، ده حقيقي، متابعينه وهو لعيب فعلًا كويس. الموضوع التاني اللي معانا بقى ليه علاقة بعدد المحترفين في الأندية المصرية. إحنا عندنا طبعًا 5 لعيبة محترفين، وعندنا تحت السن تقيّد لك 2، 3، وعندنا اللعيبة الفلسطينيين مفتوحة، ويعني أنت ممكن سهل جدًا على فكرة باستثناء حارس المرمى تلاقي فرقة كاملة بتلعب في مصر مش مصريين. طيب، كابتن حسام حسن في المؤتمر اللي هو كان اتعمل بوجود رئيس الاتحاد وبوجود الوزير السابق أشرف صبحي، قال يعني عدد المحترفين ده كتير أوي، كتير أوي، وقال لك ليه رفعنا من 3 ل5. طيب، الناس سمعت الكلام ده وقالت لك يا راجل، يعني هنلعب في قارة المحترفين عشان خاطر يعني كابتن حسام حسن اتكلم أو قال حاجة معينة. ولكن الحقيقة بقى يا جماعة، الحقيقة بجد حسب معلومات عندي، إن فعلًا الموضوع ده بيتناقش جوّه مجلس إدارة اتحاد الكورة، وفي أكتر من عضو، في أكتر من عضو، هم 3 أعضاء بدون ذكر أسماء يعني، متبنيين الفكرة ديّة، وشايفين إن كابتن حسام عنده حق، وشايفين إن العدد كبير، 5 دي كتير، وإن العدد ده لازم يقل، العدد ده لازم يقل. منهم عضو يعني متداخل أوي في ملف كرة القدم يعني. قال لك إن العدد ده لازم يقل، وتقنين لائحة اللاعبين الأجانب تحت السن، يعني مثلًا يبقى ليك لعيب واحد مثلًا، وتقنين لائحة اعتبار اللاعب الفلسطيني مصري، يعني برضه ممكن يكون ليك لعيب واحد مثلًا. فناس اتكلمت قالت لك لازم ده يتعمل لأجل مصلحة المنتخب. هم 3 أصوات ومتبنيين الفكرة ديّة، فعشان كده باقول لكم الفكرة مش مقفولة، بتتناقش. طبعًا ال3 معترفين إن صعب جدًا إن إحنا نطبّق الموضوع ده من السنة دي أو من الموسم الجديد أو الموسم اللي بعده، بسبب عقود الأندية مع لاعبيتها المحترفة، ولكن ممكن يدّوا، لو الموضوع ده اتطبّق ممكن يدّوا مهلة 3 سنين، بحيث إن أنت بقى إيه، تضبّط أوضاعك على اللائحة الجديدة بتاعة اللاعبين المحترفين وتقلل العدد يعني. فالكلام ده مطروح، مطروح. مين اللي ليه حق إن هو ياخد فيه القرار؟ اتحاد الكورة. الهيكل التنظيمي ده بتاع ال المحترفين واللوائح بتاعة الأندية والكلام ده كله، ده ليه علاقة باتحاد الكورة، واللعيبة تحت السن واعتبار اللاعب في السن، ده اتحاد الكورة مش رابطة. لكن الرابطة دورها مهم جدا. الأندية رأيها، الرابطة رأيها مهم جدا، الأندية رأيها أهم. فالقرار ده يتاخد بعد موافقة الأندية، خاصة الأهلي من الأندية اللي دايما شايفة إن لأ، أنت تزود عدد المحترفين كمان وتفتح باب المحترفين. ده وجهة نظر الأهلي. نادي زي الزمالك يقول لك لا يا عم قلل، على الأقل قدام جماهيري يبقى أنا عادي ما أصرفش بالدولارات بقى وأجيب لعيبة محلية عادي. نادي زي بيراميدز برضه بيقول لك لا، خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين، يعني ليه تلعبوا فيها ما هي ماشية.
فالأندية الكبيرة هي اللي هيكون رأيها حاسم، مش الأندية الصغيرة، أو مش الأندية مثلًا اللي ليها ثقل، لأ الأندية اللي هي قوية أو ليها ثقل أو اللي بتنافس قاريًا تحديدًا هي اللي هيكون ليها رأي في القصة ديّة يعني. فبالتالي الفكرة مطروحة وبتتناقش، هتطبّق والّا لأ مش عارف، ولكنها بتتناقش، فطالما بتتناقش يبقى ممكن تتطبّق في الفترة اللي جاية. كلام كتير عن أحمد عبد القادر بعد ما انتقل للقرمة العراقي، والكلام هل هيرجع للزمالك أو بيراميدز؟ أنا باقول لك وهاقول لك ليه أنا باقول لك وبأكد لك إن هو في نهاية الموسم بنسبة بنسبة كبيرة جدًا، 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 هيرجع يا إما للزمالك أو لبيراميدز. أنا اتأكدت إن هو عقده هناك موسم ونُص. يعني ولعيب زي أحمد عبد القادر لعيب موهوب ولعيب لسه برضه صغير، أو مش صغير أوي يعني لعيب في مرحلة سنية ممتازة يعني كويسة. لمّا ييجي يروح العراق ورايح على مرتب كويس مش وحش، يعني أو النادي برضه بتاعه مش هياخده سنة ونُص، يعني بالعقل كده مش هياخده سنة ونُص. لو كان عايز يجرّبه كان خده 6 شهور. لو كان عايز يعني السنة ونُص ديّة معناها إن أنا جايبه فترة 6 شهور معايا، هيفوق هيمشي، مش سنتين ونُص حتى، لأ سنة ونُص. ولمّا هييجي يبيعه بعد هو شاريه من الأهلي ب200,000$. الأهلي حاطط 25% في إعادة البيع والكلام ده يعني، ولكن هيتباع بكام؟ هيتباع مثلًا ب1,000,000$. عادي على فكرة عبد القادر يدفع فيه المبلغ ده، لعيب كويس، وأنا رأيي إن الأهلي كان لازم يحتويه بشكل أفضل من كده يعني، فعادي بيراميدز يدفعهم، الأهلي هياخد ساعتها 250 تاني وخلاص، وهُم خدوا 750 وفي 6 شهور بس عملوا رقم كويس جدًا من صفقة عبد القادر يعني. فيعني بالعقل كده يا جماعة يعني، موسم ونُص رايح، موسم ونُص معناه إيه؟ هيفوق في 6 شهور وهيرجع تاني مصر. طيب تيجي تقول لي يا عم أحمد ده الزمالك حالته صعبة اللعيب في الأوقات زي دي بيتفاوض بمبدأ اللي هو إيه، هاتوا فلوسي. عادي لو في حد من برّه دفع له فلوس وقال له يا أحمد خُد فلوسك أهي، ويا عم العب وما لكش دعوة بالنادي وأنت فلوسك أهي، رجل أعمال هو بيثق فيه مثلًا أو كبير وقال له فلوسك أهي روح للزمالك. الزمالك نادي جماهيري جدًا على فكرة. مش على فكرة نادي الزمالك نادي جماهيري، وأي لعيب فعلًا يتمنى يلعب فيه، وأي لعيب حتى في ظل الظروف المادية للزمالك أمّا بيمشي من الزمالك بيبدأ خلاص هو بيحس هو يعني حتى لو راح أي نادي تاني بيحس إن هو خلاص يعني الناس ما بقتش متابعاه أو مش باصة عليه. فعادي يرجع للزمالك حتى لو طالما لو كده اتفتح يرجع عادي يعني، أي حد هيضبّط له موضوع الفلوس ده وهيرجع يعني. النادي جماهيري وهيبقى تحت العين دايمًا، تحت المراقبة دايمًا، خاصةً إن كابتن حسام حسن مقتنع بيه يعني. ف ده طبعًا في الموسم الجديد مش عارفين إحنا بعد كأس العالم مصير كابتن حسام إيه، لكن يعني كلعيب نَفْسه في الزمالك هتكون فرصته كويسة، وفي بيراميدز عايز وينج شمال. وبعد صفقة إبراهيم عادل ما ضاعت وبقت خلاص قرّبت من الأهلي يعني في الفترات اللي جاية، فأحمد عبد القادر هيبقى اختيار كويس جدًا لبيراميدز يعني، ومن غير ضغوطات وشغل كويس ومرتب كويس ودنيا دلع يعني. فأنا يعني بعد ما اتأكدت من نقطة السنة ونُص ديّة أنا يعني باقول أكيد عبد القادر في آخر الموسم ده يا إما للزمالك أو بيراميدز. ده الفيديو بتاع النهارده وأشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.